مساء الخير عليكم، اهلا بكم معانا في الحلقه 26 من ماده الفانك شوي. احنا لسه مكملين زي ما قلنا الاسبوع اللي فات مع غرفه النوم. غرفه النوم من اهم الغرف الموجوده في المنزل. احنا قلنا تلت عمر الانسان بيقضيها في غرفه النوم اذا ما كانش اكتر من كده. قلنا في ناس بتحب تاكل تشرب تفكر تقعد تشتغل في غرفه النوم. الحاجات دي حاجات بتطول وقت الانسان في غرفه النوم، عشان كده نحاول انها لازم تكون غرفه هاديه، غرفه مريحه. كمان نحاول اي ستريس نبعده شويه عن اوضه النوم. نحاول يبقى في مكان للاكل على قد ما نقدر، ناكل بره اوضه النوم، ناكل نشتغل بره اوضه النوم، نذاكر بره اوضه النوم. خلي بس اوضه النوم تكون محمله بطاقات الهدوء والسلام والراحه الموجوده للنوم فقط. ودي من اهم النقاط الاساسيه، لان ساعات الناس اللي بتشتغل طول النهار في غرفه النوم يجوا يناموا وبعد كده ما بيبقوش عارفين يناموا. ليه؟ لان انت ازاي تنام وانت اصلا مليت الاوضه بكم طاقات سلبيه فيها ستريس شغل، وفيها فلوس وفيها خساره وفيها مكسب وفيها ضغوط للعمل وفيها مشاكل كتير جدا تكون موجوده عندك. كل ده انت حملته للسرير اللي انت بتنام عليه، فازاي تطلب بعد كده ان انت تنام بشكل مرتاح؟ مهم قوي في الفانك شوي بعض النقاط قلنا مجموعه منها الاسبوع اللي فات اللي هنكملها الاسبوع ده. مهم قوي ان انت ما تحطش راسك تجاه فتحه باب الغرفه، لان ده بيعتبر مسبب رئيسي للاحلام المزعجه. كمان ما تحطش رجليك قصاد باب الغرفه، علشان ده يعتبر فعل وحش، زي ما اكنك في القبر وان ده كفن وان انت بيدخلوك، لانه بيدخلوا دايما ميت القبر برجليه، فده بيعتبر من الباد لك ما يحبذش. يعني نحاول ان احنا على قد ما نقدر نزحزح السرير شويه، ما ننامش في مواجهه الباب ابدا. كمان وضع المرايا ووضع الاجهزه الكهربائيه ووضع الفيش كتيره الموجوده في اوضه النوم لازم تتغطى. ودي من اهم القواعد الطاقيه، ان انت على قد ما تقدر قلل الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في غرف النوم. ممنوع الكمبيوتر، ممنوع المنبهات، ممنوع التليفونات. طبعا ده صعب على حياتنا، لان احنا بنصحى على الموبايل وطول النهار الموبايل جنبنا وبتشتغل عليه لحد ما تنام، صعب جدا. لكن على قد ما نقدر نحاول نطفيه او نحاول نبعده عن دماغنا اكتر، يعني نحطه على اي حاجه بعيده عنك في اوضه النوم، لكن ما يبقاش جنب دماغك على قد ما تقدر. كمان اللابتوب يتقفل، الكمبيوتر يتغطى، المرايا اللي موجوده ان انا احاول احنا بعد ما نخلصها تتغطى. لو لاحظتوا في الحضاره الصينيه هتلاقوا التسريحه عندهم عامله ازاي، هتلاقوها مرايه جوه حاجات بتتقفل عليها، دراج بقى او اي حاجه بشكل دولاب بيتقفل على المرايه، تفتح تسرح شعرك تعمل كل اللي انت عايزه وبعدين تروح مقفوله المرايه، تخش اوضه النوم ما تلاقيش فيها ولا مرايه، تفتح بس تستعمل مرايه ويقفلوا عليها تاني. قدرنا نعمل ده في اوضنا يبقى شيء جميل جدا، ما قدرناش يبقى باي حاجه بسيطه نغطي المرايه. كمان مهم قوي ان انا اشوف المرايه بتتحط فين. المرايه المفروض تكون مواجهه لشباك مفتوح او مواجهه لمكان طاقته ايجابيه عاليه، لان هي لو كانت مواجهه للحمام فهي بتعكس لي الطاقه السلبيه اللي طالعه من الحمام، فدي كده بتصدر لي في غرفة النوم مشاكل كتير جدا ومشاكل وتلوث وغازات وحشة جدا، لأن البلاعات والحاجات دي بتطلع مجموعة من الغازات السامة المضرة لجسم الإنسان، واللي بتبوظ له مجموعة من الحاجات الموجودة في عقله وهو نايم وفي طاقته، بتبوظ هالته. ده حتى الرسول عليه الصلاه والسلام في بعض الاحاديث قال لك ان هو كان بيغطي دماغه او بقطعه من القماش او بالعبايه بتاعته وهو داخل الحمام. قد ايه كان حريص ان هالته ما تتلوث من هاله المرحاض. فمهم قوي ان احنا لما نيجي نحط المرايه ما نحطهاش في مواجهه الحمام، نحطها في مواجهه شباك، في مواجهه منظر طبيعي، في مواجهه صوره طبيعيه او رسمه او ورده او كده، عشان تعكس الطاقات الايجابيه. اما نيجي ننام يستحسن ان هي تتغطى على قد ما نقدر باي شيء علشان الطاقه تكون كويسه. ممنوع ان وضع المرايات امام السرير، يعتبر من الحاجات المحرمه في الفانك شوي ان انت تصحى تبص على صورتك اول ما تصحى من النوم. ده بيعتبر من الباد لك قوي، وان كده هيبقى يوم مش سعيد خالص. كمان بلس حاجه تانية ان ده في الطاقه بقى، في علم الطاقه، معلش اسمحوا لي شويه هنقلكم علم طاقه، ان ده بيعمل حاجه اسمها عكس القطبيه. يعني الناس دايما اللي بيبصوا في المرايات الكتير هتيجي هم بيقيسوا بندول او اي حاجه هيلاقوا يمينهم شمال وشمالهم يمين، اما يجي يكشفوا على حد ويعملوا سكان ليه يقولوا انت ايدك اليمين توجعك، يقول انا ايدي الشمال هي اللي بتوجعني، انا رجلي اليمين لا انا رجلي الشمال.
فبيعمل حاجه اسمها عكس قطبيه، معناها ان انت يمينك شمال، شمالك يمين. ده بيلخبط حاجات كتير قوي في الهاله لو انت ما فهمتهاش صح. بيعمل لك شويه لخبطه طاقيه عاليه قوي. لو انت فهمتها بطريقه ايجابيه تقدر ان احنا نتعامل معاها. طبعا احنا دلوقتي بقيتوا محترفين في الطاقه، فنقدر ان احنا نتعامل مع المشاكل دي بطريقه قويه. فاهم حاجه ان السرير يتبعد على قد ما نقدر. ممنوع ابدا ان احنا تحط السرير في مواجهه او في زاويه يعني مقابل لزاويه. ما نحطش ابدا السرير مقابل، لو عندنا زاويه ما نحطش ابدا السرير في وسط الزاويتين او بميل مواجه لزاويه في الغرفه. ده كده بيعتبر باد لك. كمان كل العواميد اللي عندك او كل الزوايا يستحسن نحط لها الحليه الخشبيه اللي هي في شكل دائري اللي تتحط على الزوايا اللي موجوده، بحيث ان اشيل اي حرف ال او اي زاويه، لان دي بتعتبر سهام سامه بيسموها في علم الفانج شوي، ان هي السهام السامه اللي بتسمم الطاقه الجسديه، بتجمع كل الطاقه السلبيه وتروح مدخلاها في جسمك. لو السهم ده قصادك وانت قاعد تتكلم قد ايه ده هيعمل لك صداع، قد ايه ده هيعمل لك وساوس، قد ايه هيعمل لك حاجات وحشه. فنحاول ان احنا نغطيها على قد ما نقدر. من اهم الحاجات اللي بتتسال لي اهم حاجه انام ازاي عشان طاقتي تبقى عاليه جدا، انت تنام تخلي راسك في اتجاه الشمال الغربي. طاقه الشمال الغربي دي بتكون طاقه عاليه جدا، بتكون ناجح في المستوى الانساني، في المستوى العملي، في المستوى المادي، في المستوى القيادي. يعني تكون رب اسره قائد ليهم محترم في شركتك هايل، ان شاء الله يا رب تبقى انت موظف فوقيك في 100 موظف اكبر منك، لكن انت كلمتك تكون مسموعه وتكون انسان ايجابي جدا وطاقتك بتكون عاليه جدا. دي من اهم الحاجات اللي طبعا هيكون في لسه الملايات والستاير والحاجات دي كلها واحنا ماشيين هنتكلم فيها، وسجاجيد والحاجات دي. بس كده احنا غطينا خطوط عريضه لغرفه النوم. ايه الحاجات اللي نحطها فيها؟ مهم جدا قبل ما نسيب غرفه النوم ان السرير ما يكونش لازق، عشان ما ننساش، بس عشان السرير ما يكونش لازق في الحيطه. مهم قوي ان السرير يكون ليه فتحتين، ما يلزقش السرير في ناحيه، عشان ما يبقاش حد. السرير ده معناها زوج وزوجه او كابل، الاثنين يكونوا احرار في الحياه، ما حدش فيهم يحس ان هو حر والتاني ان هو عبد عنده او محبوس عنده، ما يقدرش يخرج من عنده في حياته. ده بيعمل رنين لحاجات تانية في حياتك. فمهم قوي ان السريرين تقدر تنزل من ناحيته. مهم قوي ان انا احط 2 كومود او كومودينو زي ما بيقولوا عندنا بالمصري، يمين وشمال السرير. ما نحطش 3 كومود، ودي كان فيها قولان كتير واتخانقنا مع بعض كتير. ازاي 3 كومود؟ يعني معناها زوجه تانية تخش الحاجات، تخش حياتك، او 1 كومود معناها ان الزوج مستقل بحياته ومش معترف بوجود الزوجه. دي احنا قلنا دي حاجات في الرنين الداخلي للانسان. 2 كومود يعني الحياه قائمه على 2. السرير نحط جنبيه زرعتين او نحط جنبيه صورتين. لما نلاقي شباك نحط جنبيه صورتين. لو لاحظتوا دايما السيمتريه اللي احنا بنعملها في الفانك شوي معناها الزوجيه، الازدواج، ان انت لازم يكون عندك 2. ايه اللي بيحصل لما تحط عنصر ثالث؟ معناها ان الاثنين دول مش مكفيين في الغرفه، فانتوا محتاجين عنصر ثالث عشان تتزن الحياه. فعشان كده دخول احد العناصر في الحياه كزوج زوجة تانية او انفصال ودخول رجل اخر في حياة المرأة، دي حاجات اتفقنا عليها او نختلف عليها. بس ده مهم ان انا اقول لكم عليها في الفانك شوي، عشان ما ينفعش تكونوا دارسين فانك شوي ويعني بمنتهى التركيز وما تبقوش عارفين بعض هذه الامور. لحد هنا خلصت غرفة النوم. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في درس جديد من مادة الفانك شوي. الى اللقاء.